الإنسانية لا تعرف أبدا العنصرية في اللون أو البلد أو العرق أو أي شيء آخر. شاب سوري يقوم بإنقاذ امرأة تركية جراء الزلزال اللي حدث في ولاية ألازيق جنوب تركيا وينتشلها من تحت الأنقاض وهي على قيد الحياة. ما بدي أطول بالكلام ولا بدي زيد بالمدح من هذا الشاب ومن هذا العمل اللي بطول اللي قام فيه هذا الشخص. رح نعرض الفيديو ونرجع من جديد. O Mahmut dediğim çocuk, biz hani Suriyelilere taş atarız ya. O çocuk tırnaklarıyla kazıya kazıya elleri paramparça. Beni oradan çıkardı. Elleri paramparça. Yani ben ölsem o çocuğu asla unutmam. Ben buradan ilk çıktığım zaman da سيدة تركية أنقذها شاب سوري من تحت الأنقاض فقالت: أشادت مواطنة تركية ببطولة شاب سوري هرع لإنقاذها من تحت أنقاض منزلها الذي انهار بسبب الزلزال الذي ضرب ولاية ألازيق شرقي تركيا مساء يوم الجمعة، مؤكدة أنها لن تنسى فضله ما دامت على قيد الحياة. وانتشر مقطع فيديو للسيدة التركية عبر منصات التواصل الاجتماعي أثناء خضوعها للعلاج بأحد مستشفيات الولاية. النقطة والقصة اللي طلعت أحكي فيها والعبرة من هذا الفيديو إنه الإنسان لما بيعمل خير مثل ما بيضر المجتمع بالعموم رح ينفع المجتمع أيضا على وجه الخصوص. قد ايه كانت سمعة السوريين سيئة ولدرجة كتير كبيرة مسموعة من بين الأتراك سواء كان بالحق أو بالباطل. وبيعمل هذا الشاب تصدر التويتر على هاشتاج تركيا. أنا قبل ما أقول إنه هذا الشخص سوري هو شخص مسلم ومن ثم سوري ومن ثم قام بإنقاذ شخص ما له أي مصلحة إنه يطلع ينقذ هذا الشخص بأي مبلغ سواء بأي مقابل سواء كان مادي أو معنوي، سواء كان بمقابل مادي أو معنوي. لذلك الحمد لله، لذلك مثل ما بيقول المثل مثل ما خليت خربت والناس. لذلك بحب أقول لكم بنهاية هذا الفيديو انه اذا خليت خربت، وبتشكر هذا الشاب على العمل اللي برفع الراس واللي بسببه رح يغير وجهة نظر كثير من الاتراك ويغير فكرتهم انه السوريين هن سارقين، مجرمين، لاجئين، مذلولين، ظالمين واي قول اخر. لهون اصدقائي بنكون خلصنا الفيديو اليوم. كان معكم المخرز والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.